بيبدأ الفيلم مع بويكا اللي خرج من السجن بقاله أكتر من 10 سنين وبطل يلعب أي ماتش غير شرعي، وعنده ماتش دلوقتي مع منافس مش قوي قوي، فبيمسكوا يطحنوا ضرب بيمسح بيه الحلبة من الآخر وبيكسب الماتش بمنتهى السهولة. وكمان في نفس الوقت ده بيكون في السجن الروسي اللي كان فيه بويكا بتتلعب، لسه عندهم نفس الماتشات بس البطل عندهم خطير جدا جدا، عشان كده طول الوقت متكتف في سلاسل اسمه كشمير، وبيظهر هو في الماتش عامل زي الصخرة ومش بيخرج من الماتش غير لما يتأكد ان المنافس خلاص مات. مدير أعمال بويكا بيظبط له كل الماتشات اللي تحت الارض، الهدف ان كان بويكا يلفت نظر المدربين العالميين ويدخل عالم الماتشات العالميه. وطبعا مدير اعمال بويكا جاب له فرصه انه يتاهل في بطوله اوروبيه رسميه للقتال المختلط MMA، دي كانت الفرصه اللي بويكا كان مستنيها طول حياته. وهنا طبعا يوم الماتش جه وبويكا دخل الحلبه وخصمه كان اسمه فيك. الماتش كان قوي جدا، ضربوا ضربات قويه وشلوت في الراس، ماتش قوي. في لحظه في الماتش بويكا ضرب فيكتور ضربه مميته في راسه، فيكتور وقع على الارض وما قدرش يقوم. طبعا بويكا كسب الماتش بالضربه القاضيه والجمهور سقف له، بس الفرحه ما كملتش، فيكتور كان لسه واقع على الارض مش بيتحرك. الاسعاف شالوه بسرعه، وبعد ما شالوه جاله الخبر ان فيكتور مات من الضربه. بويكا هنا زعل قوي، الفوز اللي كان مستنيه المفروض يكون اسعد لحظه في حياته بقى اسوأ كابوس في حياته، هو قتل حد من غير ما يقصد. بويكا رجع لشقته ونفسيته وحشه قوي، قعد ايام مش قادر ينام ولا ياكل، كل لما يقفل عينيه يشوف صوره فيكتور وهو بيقع. راح للكنيسه وقعد ساعات يصلي ويطلب ان ربنا يسامحه. بعد تفكير طويل بويكا وصل لقرار لازم يلاقي عيله فيكتور ويساعدهم، ده كان الطريق الوحيد انه يكفر عن ذنوبه. بويكا اكتشف ان فيكتور كان متجوز من ست اسمها ألما، وانها عايشه في روسيا في بلد صغيره. المشكله الكبيره كانت ان بويكا مطلوب في روسيا وهو هارب من السجن، لو رجع ممكن يتقبض عليه، بس رغم الخطر ده بويكا قرر يروح. هنا بويكا طلب من مدير اعماله جواز سفر مزور وسافر لروسيا، ولما وصل لروسيا لقى ألما شغاله في مركز ايتام للاطفال الفقيره، وكمان شغاله جرسونه في كباريه بتاع زعيم العصابه. بويكا راح للنادي وحاول يتكلم مع ألما، بس البوديجارد هنا طردوا بويكا، وبويكا دخل معاهم في خناقه وضربهم، والصوت وصل لزعيم العصابه فنزل على الصوت خناقه. وتاني يوم بويكا راح لمركز الاطفال وقابل ألما وحاول يعتذر عن اللي حصل لجوزها، بس ألما لما عرفت ان هو قتل فيكتور طردته وزعقت فيه وحاول يديها فلوس الماتش، بس هي رفضت ورمت الفلوس في وشه. بويكا فضل يراقب ألما من بعيد واكتشف الحقيقه المره، فيكتور كان مستلف فلوس كتير من زعيم العصابه عشان يبني مركز للاطفال، ولما فيكتور مات الدين كله اتحول على ألما، وزعيم العصابه خلاها تشتغل في الكبريه بتاعه عشان تسدد الدين، وكان واضح انه بيستغلها. هنا بويكا قرر انه لازم ينقذها، راح لزعيم العصابه وعرض عليه صفقه انه هيلعب كام ماتش في الكباريه بتاعه، ده كل ده ببلاش قدام انك تشيل الفلوس اللي على ألما. زعيم العصابه وافق بس بشرط لازم تكسب 3 ماتشات ورا بعض، ولو كسبتهم ألما حره، ولو خسرت ماتش واحد فيهم الصفقه هتتلغي. بويكا وافق رغم صعوبه الشرط. ألما في الاخر سمحت له يتدرب في المركز بتاعها، نفس المكان اللي فيكتور كان بيتدرب فيه. وهنا طبعا بدأ اول ماتش كان سهل جدا على بويكا، بويكا كسب بسهوله وبسرعه بمهارته وخبرته، بس هو كان واخد باله جدا لما خصمه وقع بويكا وقف على طول وما كملش الضرب، كان خايف يعمل نفس الغلطه اللي عملها في فيكتور. وطبعا ألما هنا بصت له. هنا بدأ الماتش التاني كان اصعب بكتير، زعيم العصابه حط لبويكا 2 اخوات ضد بويكا. الماتش هنا كان صعب جدا، واحد من الاخوات ضرب بويكا ضربه قويه في اخر ظهره، بويكا اتوجع جامد بس استخدم ذكائه وعمل ضربه مزدوجه خلت الاتنين يقعوا في نفس اللحظه. بويكا كسب بس ظهره كان وجعه جدا قوي، يا حرام صعب عليا جدا. بعد الماتش ألما ساعدت بويكا وعملت له مساج لظهره بمرهم مسكن، الاتنين بدأوا يقربوا لبعض، كان بيقول لها ما تمشي من البلد دي عشان زعيم العصابه هيأذيكي. ألما ردت وقالت لبويكا انا ما اقدرش اسيب الاطفال دول اللي هم محتاجيني، ولو سبتهم هيبقوا عصابات زي باقي الناس. الماتش الثالث كان ضد ايجور، اقوى واحد عند زعيم العصابه بيلعب MMA. ايجور كان ذكي، ركز كل ضرباته على ظهر بويكا المصاب. بويكا كان بيتألم قوي يا حرام، بس استخدم مهارته وضربه بسرعه. ايجور وقع على الارض مغمى عليه. بويكا كسب الماتش الثالث. طبعا بويكا كان خلاص بيجهز حاله عشان يمشي لان الصفقه خلصت، وكمان مدير اعماله اتصل بيه وقال له في بطوله كبيره في بودابست، المدربين عايزينك، واخر اتوبيس الساعه 10 الا ربع بالليل. بويكا كان لسه معاه ربع ساعه على الاتوبيس، لسه الوقت 9:30 بالليل، بس لما حاول يخرج زعيم العصابه وقفه وقال له لسه ما خلصناش، عايزك تلعب اخر ماتش كمان ضد البطل الحقيقي بتاعي. هنا بويكا اعترض ان الاتفاق كان على 3 ماتشات بس زعيم العصابه قال له يا تلعب الماتش ده يا ألما هتفضل عندي على طول. بويكا هنا اتصل بمدير اعماله وقال له الموقف. مدير اعماله كان بيتحايل عليه يمشي ويلحق هدف عمره، بس بويكا قال له انا مش هسيب ألما، انا هلعب الماتش. الساعه خلاص بقت 9:45 دقيقه، وعدى الاتوبيس ومشي الفرصه وراحت. زعيم العصابه جاب كوشمار، اكبر رجل ضخم ممكن تشوفه مسجون بتهمه قتل مساجين كتير. الراجل ده كان طوله 2 متر ووزنه 147 كيلو عضلات، تتخيل؟ وكوشمار كان شكله مرعب. هنا الماتش بدأ والوحش ده هجم على بويكا بغشامه، ضربه جامد قوي ووقعه على الارض. الحكم بدأ يعد هنا بس بويكا قام قبل رقم
10. هنا كوشمار كمل الضرب على بويكا. هنا بويكا فقد الوعي ووقع والحكم عد تاني، وقبل رقم 10 بثانيه بويكا قام تاني والجمهور كان مش مصدق، والما هنا كانت بتبص عليه وخايفه عليه جدا وعارفه ان هو ممكن يخسر في اي لحظه. بويكا فهم انه مش هيكسب بالضربات العاديه، قرر يستخدم ذكائه. بويكا وقعه ومسك رجليه الشمال وعمل عليه كماشه ونفخ الواد كان بيعيط وصوت طقطقه مرعبه في رجليه، ورجل كوشمار اتصابت، بس الواد عامل زي الحيطه وما استسلمش. بويكا عمل قفل على ايد كوشمار كمان وداس بكل قوته، وهنا كسر ايديه كمان. كوشمار رغم الاصابات لسه واقف. بويكا ضربه بكل قوته في صدره برجليه، وكوشمار هنا طار من الحلبه ووقع بره فاقد الوعي، وبويكا هنا الحمد لله كسب. بويكا هنا كان بيحتفل ان هو كسب، بس الامن بتاع زعيم العصابه طلع له الحلبه وضرب بويكا بالشومه ووقعه على الارض، لكن بويكا شاف ألما مع زعيم العصابه وهو بيخطفها بالعافيه، فقام والرجاله كلها ضربهم ونفخهم فعلا. في رجاله كتير جت وهجموا على بويكا تاني. هنا بدات معركه عنيفه بدات في الكباريه كله. بويكا ضربهم كلهم، وواحد من الرجاله طلع مسدس وضربه بالنار واصاب بويكا في ايديه، وواحد تاني ضرب النار اصاب بويكا في رجليه. بويكا هنا قدر يمسك مسدس من واحد منهم وقتل بقيه الرجاله والمعركه كانت قويه. فجاه بويكا سمع صوت ألما. زعيم العصابه كان ماسكها كرهينه ومسدس على راسها، وزعيم العصابه قال لبويكا ارمي مسدسك، وبويكا رماه عشان يحمي ألما. وطبعا زعيم العصابه صوب مسدسه على بويكا، بس ألما عضت ايديه وبويكا هنا جري ناحيته. هنا زعيم العصابه ضربه بالنار والطلقه جت في بطنه، والاصابه الثالثه كانت خطيره جدا على بويكا. رغم الرصاصه في بطنه بويكا وصل ومسكه من رقبته وبدا يخنقه. بويكا ضربه في بقه وكسرهوله وفضل خنقه، وبعد ثواني بويكا موت زعيم العصابه. هنا ألما جريت على بويكا وحاولت توقف النزيف، وبويكا قال لألما انا اسف وتقدري تسامحيني. والشرطه خلاص وصلت وقبضت على بويكا، وهو كان مطلوب في روسيا ودلوقتي متهم بالقتل كمان. الشرطه شالته وألما فضلت واقفه بتعيط. 6 شهور عدت في السجن، وبويكا دلوقتي في السجن الروسي واتحكم عليه ب8 سنين سجن. بويكا رجع لحياه السجن ورجع يحارب في ماتشات في السجن، وهو بقى اسطوره محترمه بين السجناء. في يوم في السجن قالوا لبويكا انه عنده زياره، ولما دخل غرفه الزيارات كانت ألما، وألما قالت انا سامحتك يا بويكا، انا فهمتك انك ما كنتش قاصد تقتل فيكتور، انت ضحيت بكل حاجه عشاني ورجعت روسيا رغم الخطر. لعبت 4 ماتشات وضحيت بفرصه بودابست، كنت مستعد تموت عشان تنقذني، ده اكبر دليل انك انسان كويس. بويكا هنا عيط من الفرحه وهو كان مستني اللحظه دي طول ال6 شهور. ألما طلعت رسومات ملونه من شنطتها وقالت الاطفال في المركز عاملين لك الرسومات دي وهم بيقولوا لك شكرا، والمركز لسه شغال والاطفال عندهم امل دلوقتي، كل ده بفضلك يا بويكا. بويكا بص على الرسومات، رسومات بسيطه وجميله، وفي واحد من الاطفال رسمه كبطل خارق، وألما هنا بتقول له انت بطل حقيقي يا بويكا، مش بطل بس في الحلبه، بطل في الحياه كمان. الفيلم رجع للحياه في السجن. اخر مشهد بويكا كان واقف في حلبه السجن عنده مباراه جديده ضد سجين قوي، والسجناء بيهتفوا بويكا بويكا بويكا، وهنا الكاميرا بدأت تبعد من الحلبة وبقينا بنسمع التشجيع. وكان معاكم احمد سميح، ولو عجبكم الفيلم يا ريت ما تنسوش المتابعة واللايك والسبسكرايب، واهم حاجة رنة الجرس ولا لسه. ويلا باي باي باي.